ازيكم يا جماعة، والنهاردة هنتكلم عن موضوع الطفل ياسين. انا ما كنتش ناوي اطلع اعمل الحلقة دي خالص، بس في ظروف كده خلتني اعمل. بس يا روني حبيبي، ده القط بتاعك يا جماعة. انا دلوقتي وانا بسجل الحلقة في لسه كمان دقايق كده ماتش للزمالك، فانا عمال اسجلها كده على السريع، وهي هتنزل يوم الجمعة. بس فاصل كده بمناسبة الزمالك وبمناسبة يوم الجمعة، وان هي هتنزل يوم الجمعة. بناصر منسي، يلا نخش في الحلقة. احنا مش هنستعمل بقى صور ولا بتاع، احنا عايزين نتكلم عادي بجد، عايزين نتكلم ونطلع كل اللي جوانا. هقول لها وهنهوهو وهننونو وهنفسي وهنصوصو وهنعمل كل حاجة. غريب أوي يا جماعة إن القضاء عندنا في مصر بيمشي بالعواطف وبيمشي بالترندات وبيمشي بالبروباجندا. حاجة غريبة أوي الصراحة، وحاجة خرا. يعني ولد بقاله نص ساعة، سنة ونص بيتم اغتصابه ومفيش حد بيعبره خالص، لا ظابط ولا شرطة ولا حاجة. يقوم بس عشان حطوا حتة مسلسل بيتكون من 30 حلقة في رمضان، هو ده اللي يخلي القضية تتحرك تاني؟ طب هم كانوا فين قبل المسلسل؟ الفكرة ان الحاجة ماشية بالعواطف وماشية بالضغط الأغلبية وماشية بمشاعر الناس وعواطف الناس، مش بأدلة ولا بتاع. يعني هو لو كان في أدلة واتعملت واتثبتت على طول ساعتها يتحكم عليها على طول، وده اللي كان المفروض يحصل قبليها. مش هقول لك في اي دول متقدمه ولا بتاع، ده في اي خرابه لو حصل فيها كده المفروض يتجاب وبأدله ونشوف ونعمل ونحكم على طول. مش هنستنى اغلب الناس، الحاجات دي ما نستناش اغلب الناس، ولا رأي ولا اثاره رأي ولا الهبل ولا البروباجندا ولا الترندات. لكن ازاي؟ لا، احنا في عشاق، في عصر الترندات وجلب المشاهدات. تلاقي واحده جوزها ميت تروح مصوره لحظه الوفاه ومصوراه، حتى ما فيش احترام لحرمة الميت، ويجوا يصوروه هو في العزا بتاعه. حاجة تقرف. هي متخلف تصور الطفل ليه؟ وليه تصوره هو وامه؟ ليه؟ ما هو كده هيقعد يتعاير بالحاجة دي لغاية لما يكبر، فليه نصوره ونشهر بيه اكتر؟ اللي نشهر بيهم هم المتهمين والمذنبين. هو ايه عصر الترندات الخرا اللي بتطفح علينا ده؟ مؤبد بالنسبة لي مش كفاية، الراجل ده لازم ياخد اقصى عقوبة وهي الاعدام شنقا. اللي عمله في ياسين ده لا يمكن يتنسي، وهيفضل يتعاير بيه حتى مع الناس اللي هيتخانق معاهم. انا بالنسبة لي المؤبد لمديرة المدرسة وللدادة والمدرسة، هم دول اللي يحصل لهم مؤبد، والراجل اعدام شنقا. وانا اعتقد لو فحصوا الادله الدليل يثبت ان في حمض النووي عند ياسين، فبالظبط يبقى في اغتصاب. الكوميدي في الموضوع ان مسلسل هو اللي اثار القضيه دي وخلاها تتحرك، ولولا ما كانش اتحرك. والمسلسل ده اصلا فيه كوارث هقول لكم عليها دلوقتي. المسلسل بيدعوك يا سيدي ان عشان ما يبقى فيه متحرش وناس تشاور عليه خلاص تلبسوا القضيه من غير بقى لا ادله ولا بتاع. وعشان جابها واحده نسويه، فهي في الاخر مظهره الرجاله على انهم متحرشين، وان هم سبب أس البلاوي، اب مهمل، صديقه المتحرش، وهكذا. لكن عادي مرات الاب ما بتتحرش بيه، يعني وسام يتحرش بيه عشان بس حضنه، لكن مرات الاب اللي بتنام جنبه وتقوم حضناه جامد ده مش تحرش، عادي خالص. وقال ايه بقى عشان تغطي على حكايه الفعل بقى؟ قام جابت اللي هي اللي اتحرشت بمرات الاب، واحده ست، على اساس يقول لك ان الرجاله والستات بتتحرش، وعلى اساس تخفي بقى التهمه بتاعتها ان هي ضد الرجاله. وفي الاخر عشان تبين اللي كتبوا المسلسل ده كان تقريبا بيفكروا بطيازهم، تقريبا خلوا الراجل هو بس اللي يتحكم، الست اللي اتحرشت دي ما اتحكمتش ولا حاجه. وتقريبا في حاجه غلط، وسام احنا عارفين ان هو متحرش، لكن طريقه المحاكمه بتاعته غير عادله، لان ما كانش فيه دليل في اخر المحاكمه، وده اللي قاله القاضي الكبير. كمان في جهل من صناع المسلسل بالفرق بين الاغتصاب والتحرش. يعني اللي حصل لطفل يوسف ده كان اسمه تحرش،
لكن اللي حصل لنيلي ده اسمه اغتصاب، لان كان في حاجه اضرت بيها بالعلاقه الجنسيه. كأن المسلسل كان بيقول يا جماعه لو القضيه لازم تتعمل ولازم تتفعل لما تبقى ترند، ودي ونبقى نحكم فيها ونحكم فيها بعواطفنا، مش نحكم بيها بأدلة وأول لما تحصل على طول. بس انت عارف ايه الكوميدي اكتر في الموضوع؟ ان معظم الناس اللي ادانوا عملة الراجل وادانوا اللي حصل في ياسين بيستعملوا نفس الافيهات دي عشان يلقحوا على بعض او عشان يشتموا حد ما. وتعالى اوريك السكرينات دي بتاعت جان رامز لما عمل تعليق. ادي اهو جان رامز بيقول لك تعطيل المدارس غدا لسوء الاحوال الجويه. بوست عادي نزله طفل بريء فرحان ان المدارس هتتعطل وهو مش هيروح المدارس عشان سوء الاحوال الجويه. مفيهوش اي حاجه، وطلع هو بالبيجامه الكستور يعمل الاحتفالات بتاعته. يعني بوست عادي مفيهوش اي حاجه. شوف بقى تعليقات الناس المتنمره في السكرين الجاي اهو. وبيشتموا، بيقول له واحد ياخده في الجراج، بحبك يا عم انا مش عارف نازل بتعايرني اهو. الناس المريضه اللي في الكومنتات دي او واحد بيعبر عنهم، دورك جاي يا حبيبي، مش هتستعجل. هو جاي طبعا ان هو يجي يتعمل فيه زي ما بيتعمل في الطفل ياسين. حاجه بمنتهى القذاره، اخدك في الجراج بالظبط زي اللي حصل بياسين. في ناس بتعمل كده. بص بقى في السكرين اللي بعديها، افرح محدش هيغتصبك. طب مش ناوي بقى اهو يقول لك حالة قلب ازاي. شوف اهو، بص على التعليقات تشرح نفسها. ها، وهو المستر مش هياخدك في الحمام. هو ده الجان الراجل اللي اغتصبه، او جان ده ما هتعرضش للحادثه. بس تشوف بقى، تخيل التنمر على واحد بس ما عجبهمش حكايه المدرسه. بص اهو بيقول له مفيش راجل كبير ابن حلال يعملها معاك. اكيد فرحان عشان المستر مش هياخدك في الحمام. ايه ده يا جماعه؟ بصوا يا جماعه، دي كوميديا، ده واقع اسود. يا جماعه. الطفل بقى اللي حصل فيه كده لما يشوف التعليقات دي، الطفل او بعد كده لما يكبر والموضوع يتنسي، ده تعليق. بصوا بقى يا جماعه، انا وجهتكم توجيه حسن ان احنا ما نستعملش الحاجات دي خالص. تمام. على فكره، هو انا لسه قايل لكم ان النهارده كان في ماتش للزمالك، وانا بعد الحلقه دي اتفرجت عليه من اول الماتش لغايه اخره. كنت بعمل الحلقه دي وهي هتنزل الجمعه. وهو مفيش حد يا جماعه يستحق ان يحصل له كده او تتشوه طفولته، ولو حصل لازم يقول في وقت من الاوقات على اللي حصل له ده عشان ناخد له حقه. مثلا امين عمر اللي كان بيحكم ماتش الزمالك والمصري اللي لغى هدف ناصر منسي اللي هو اصلا هدف صحيح، ولغى هدف الجزيري في السوبر. لو حد زملكاوي يا امين كان بيعملها معاك وانت صغير قول لنا واحنا هناخد لك حقك. ولو اي حاجه تانية يا جماعه يقول لنا. الصباحي مثلا لو كان بيحصل فيه كده من واحد زملكاوي يقول لنا واحنا هناخد له حقه. اي حاجه يا جماعه. الزملكاوي ده مثلا كان بياخدكم في جراج في المدرسه، كان بيزنقكم في حمامات، كان بيعمل فيكم اي حاجه مثلا، يقول لنا فورا وهناخد له حقه وهو بالقانون. قولوا لنا لو مثلا الواد ناصر منسي بتاع هدف السوبر هو اللي عمل فيكم كده، قولوا لنا يا جماعه. قولوا لنا ما تتكسفوش، وانا بطل احتفل بالهدف بتاعه كل يوم جمعه. بصوا انا اقول لكم على حاجه، انا عرفت من الحلقه دي. يلا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو عجبتكم الحلقه، ولو ما عجبتكمش يلا بالسلامه في داهيه.